استعدوا للملحمة فإنها تقترب. الفيديو ده شعلة أمل وبشرى لزوال الظلم والظالمين، ولك كان المخروم، زوال رأس الأفعى اللي ما اتحدتش غير علينا. النهارده هتسمع أحاديث اتقالت من 1400 سنة النبي بيحكي لنا عنها كأنها بتحصل النهارده، وكأن النبي عايش معانا وبيقولها لنا النهارده عشان تعرف إنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن إحنا على ميعاد خروج 5، لو خرجوا أو خرج واحد منهم فاعرف إن يوم القيامة على الأبواب. ومفيش شك إن إحنا بنعيش فتن آخر الزمان، وإن تقريبا علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت وإحنا في انتظار العلامات الكبرى. خلي بالك إحنا أقرب للساعة من 1400 سنة فاتوا، وأول واحد لو ظهر تظهر بعديه الملاحم الكبرى وتبدأ علامات الساعة الكبرى تظهر، وهو المهدي. المهدي يا جماعة ما اسمهوش المهدي المنتظر، المهدي اسمه محمد ابن عبد الله، لأن كلمة المهدي المنتظر دي مش عند أهل السنة، الكلمة دي موجودة عند الشيعة. عندهم مهدي منتظر اسمه محمد بن الحسن العسكري اللي دخل سرداب وهو لسه شاب وما خرجش منه إلى يومنا هذا، وبيقولوا إنه هيخرج في آخر الزمان. الكلام اللي جاي ده مهم جدا، فياريت تركز معايا فيه. مين هو المهدي؟ هيخرج إمتى وهيخرج ليه وإيه هي علامته؟ كل ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في السنة، وهقوله لك بالأحاديث الصحيحة. أولا، روى الإمام أحمد في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، وفي رواية من ولد فاطمة. يبقى نسل المهدي ده بينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه إيه؟ النبي قال لك اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، اسمه محمد ابن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث الله رجل منا يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه كاسم أبي يصلحه الله في ليلة. يعني في ليلة واحدة بس ربنا هيقيم ليه الأمر ده. قول لي يا عم المهدي ده احنا بنسمع عنه من زمان، لسه بدري قوي على اللي انت بتقوله. انا بقول لك مش لسه بدري ولا حاجة، اللي انا بقوله ده أقرب إلينا مما نتخيل، لأن كل العلامات اللي هتظهر عشان المهدي يظهر ظهرت، وده اللي انا جاي اقوله لك دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هيظهر امتى المهدي. قال: إذا ملئت الأرض ظلما وجورا بعث الله رجل منا اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي. طبعا انت شايف كمية الظلم اللي بتحصل لإخواننا، سفكت الدماء وتمزقت الأشلاء، واللي أكتر من كده إن الكيان المخروم بعد أخذ أول بقرة من البقرات الحمر اللي هيذبحها علشان بعد شهور قليلة يهدم المسجد الأقصى. الكلام ده مكتوب في نبوءة عندهم، وده شرط علشان يهدموا المسجد. ليه يهدموا المسجد؟ هياخدوا البقرة دي اللي اتربت بمواصفات معينة، وهم 5 بقرات، هياخدوا أول واحدة، الولايات اللي ما اتحدتش غير علينا ربتهم بعتتهم للكيان المخروم، هياخدوا أول واحدة ويطلعوا بيها على جبل علشان يذبحوها وياخدوا دمها، وبعد كده يخلوه رماد ويخلوا عظمها رماد ويخلطوه ببعض الأعشاب، وبعد كده يرشوه على